السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. آه بداية كده بقول بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اصحابه اجمعين. كل صلاة على النبي عليه افضل الصلاة والسلام، نكسب على صلاة النبي. جايلكوا بقى الجزء التاني من تنظيمات الشتاء. مسكت بقى الدولاب الجديد الكبير بقى، كان فوق بعضه. ليه بقى؟ هقول لكم. عشان كل واحد مثلا ايه، عايز ملاية يروح شادد موقع الدنيا مكركبها. غسلنا غسيل فنروح مكعورين كده في الدولاب ونرميه. بنكسل ان احنا نطبق الصراحة. فبدأت اللي انا قلت لا 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 ما ينفعش المنظر ده. فبدأت قلت ماما يلا يا ماما بينا نتشجع ونطبق مع بعضينا، واعمل واشجع حبايبي اللي انا ايه اللي هم ينضفوا يعني يظبطوا الدولاب بتاعهم وكده ايه مع بعض. راحت ماما قالت لي طيب يلا. انا بقى يعني انا بظبط، يعني انا بظبط قدامكم، ماما ورا الكاميرا برضو بتظبط ورا الكاميرا. بتطبق معايا الحاجات كتير زي ما انتم شايفين كده. ما قدرتش كل ده اطبقه طبعا. آه هو انا بكلم مين؟ تمام. انا كنت هنا بتكلم اخواتي، فكنت متحمسه قوي في الكلام، مش عارفه ليه. المهم زي ما انتم شايفين كده، دي كوفرتة ولا اسمها اسمها ايه؟ اقول لكم اسمها آه مفارش الشتا دي، اللي بنفرش على السراير وكده. فبدأت برضو اطبقها واخليها لوحدها. حتى الملايات بتاعت السراير الصغيرة حطيتها لوحدها، والملايات الكبيرة بتاعت البلاد بتاعت السرير الكبير حطيتها لوحدها برضو، عشان ايه؟ بحيث لما احنا ناخد حاجة او بحيث ما تاخد حاجة تبقى ايه سهلة بالنسبة لها، لايه ما نشنيش الدنيا، فاهمين؟ فالمهم رحت ماسكه كده برضو الملايات بتاعتنا طبقتها، وملايات السراير الكبير طبقتها، والستاير والفرش الانتريه. بصراحه احنا كنا غاسلين فرش الانتريه، فقلت بقى يعني اطبقه بالمره. وبعد كده شويه كده ماما قالت لي انا ابقى افرشه انا ايه مع نفسي. قلت لها تمام ماشي يا ماما، ده فرش الانتريه. فايه يلا بقى كده، اللي دولابه مكركب يقوم يطبقه ويتشجع كده، يفرش ملاية في الارض، ويجيب بقى الملايات ويجيب الهدوم، ويقعد ايه يطبق زي ما انا قاعده كده، زي ايه، زي الشحاتين كده. اه والله انا مش عارفه قاعده، يعني قاعده العزله اللي هم زي ما بيقولوا ايه، اللي هم قاعدين مستنيين حسنه. يلا ربنا يكرمنا يا رب، ويوسع علينا ويوسع كل المسلمين، اللهم امين. ويرحم اهل غزة وينصرهم ويكرمهم يا رب، وان شاء الله تبقى حرة ان شاء الله ان شاء الله. ويرحم اهل لبنان ويرحم اهل سوريا، يا ربنا يصبرهم يا رب على البلاء اللي هم فيه، وربنا يفك كربهم، اللهم امين. قول يا رب، يا رب ينصر اهل فلسطين يا رب يا رب يا رب. ادعوا يا جماعة، ادعوا لهم كتير يا جماعة، ادعوا لهم كتير في صلاتكم وفي دعاتكم وكل حاجة. يعني كل دعوة انتوا بتدعوها لنفسكم ادعوا لهم، يعني ربنا يفك البلاء اللي هم فيهم يا رب يا رب يا رب. وصلوا على النبي كتير يا جماعة، صلوا على النبي كتير. انا بصوا، انا كنت الاول كنتش بصلي على النبي كتير. كنت الاول ما يعني بصراحة ما كنتش منتظمة في الصلاة. لما جت وقعت في دقيقة وكده، ولما وقعت في دقيقة والتجأت لربنا وبقيت اصلي وادعي واعيط وكده. الحمد لله الحمد لله يا رب الحمد لله. ربنا بيقف وبيصبر البني ادم بينصره ان شاء الله. انا كل واحد منتصر منتظر النصر على حد. ان شاء الله ربنا هينصره وهيشيل البلاء ده عنه ان شاء الله. رحمة ربنا كبيرة يا جماعة، قوي قوي قوي. ان شاء الله ربنا يكرمنا كلنا ويوسع علينا وينصرنا على اي حد وحش، اللهم امين. زي ما انتوا شفتوا كده طبقت كده. فروحت ماسكه بقى الدولاب من جوه بقى، زي ما انتوا شايفين جبت بقى ايه حبه ميه بحبه خل صغيرين، واديها ادي بقى. بدات بقى المع كده. على فكره الميه والخل دي ماما اللي قايله لي عليهم، وانا ما اعرفش ليه. بتقولي بيحافظ على الخشب تقريبا، تهيالي كده. المهم جبت بقى اي حته قماشه من عندكم، مش لازم بقى فشخره الكدابه دي، الفرش بتاع الدولاب، واللي نجيب الفرش في الدولاب ب25 جنيه المتر ومش عارف ايه.
كبري دماغك، لا 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 لا، حته فرشه قديمه عندك كده مش محتاجاها تروحي فرشها في قلب الدولاب وتبقى فل. اقسم بالله هتقولك لا، والله ما هتقولك لا. الكلام ده للعرايس بس اللي لسه لا هتفرش فرشها لسه عروسه بقى وكده عشان يتفرجوا. ما انتي بقى لسه بقى خلاص بقى الدنيا، جيبي حته فرشه قديمه تفرشيها كده تحت. المهم مسكت كده زي ما انتوا شايفين، بدأت ارص بقى الملايات على جنب بتاعه السراير الصغيره، والملايات الكبيره على جنب، والمخدات كيس المخدات على جنب برضو. روقت على الدولاب والله، روقت عليه. عارفين ان انتوا بتفتحوا النفسيه، تفتحي الدولاب تعملي كده، انا بقيت اعمل كده. وخليت برضو الستاير تحت زي ما انتوا شايفين. خليت الستاير تحت كده. قلت يعني ايه عشان تبقى سهلة علينا برضو الستاير لوحدها والملايات لوحدها. احنا بالعكس كنا حاطين كل حاجة عند بعضها يعني. معرفش كنا بنعمل كده ليه، بس ماما يعني عشان كانت برضو ايديها بتوجعها وكده، هي عندها مريض سكر وكده والضغط يعني ربنا يشفيها. فادعوا لها يا جماعة ان ربنا يشفيها ويقويها ويعفى عنها اللهم امين، ويشفي كل مريض اللهم امين. فقلت لها لا خليكي انا هظبط لك الدنيا. هي بقت يعني تلوني كده من ورا الكاميرا، وانا بقيت اخد منها وارص زي ما انتوا شايفين. بصوا الراحه النفسيه. اي نعم هي الرصه بتاعتي مش حلوه قوي، بس يعني حلو. يعني عارفين اللي هو انتوا في مجال اللي انتوا حاجه حلوه عاملينها، فاهمين قصدي ايه. المهم بدات كده رصيت كده الملايات وخلصتها، ورحت جايه بقى في هدوم بابا الشتو بتاعته، عشان احنا طلعنا هدوم الشتو كده. عشان بابا قال لنا عايز هدوم الشتو كده، فطلعناها وغسلناها. بصوا يا جماعه اتعودوا، اي هدوم شتوي انتوا شايلينها طلعوها اغسلوها. مش مثلا تقولوا لا ده احنا هي كانت مغسوله ونظيفه فنطلعها في الدولاب، لا 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 لا. طلعوا هدومكم حتى لو مثلا في الايام الفتره دي يعني حاجتين كده من هدوم الشتوي اغسلوها، عشان الترابه اي حاجه فيها حاجه بتاع وحشه مش عارف ايه، تبقوا لابسينها كده نظيفه، فاهمين. فانا برضو احنا بقينا نعمل كده، بقينا نغسل حاجه في حاجه لغايه ما جمعنا هدوم الشتوي كلها وغسلناها. بدأنا اللي احنا نرصها في الدولاب. هدوم بابا بقى ليه طلعوا لي هدوم الشتوي، بقينا نغسل له حاجه في حاجه زي ما انتم شايفين، وغسلناهم كلهم. وبدأنا نطبق له هدوم الشتوي كده ونرصها له، نخلي له بقى البروفرات لوحدها، الجواكت لوحدها، الترنجات لوحدها، القمصان لوحدها. القمصان طبعا احنا بنطبقها، ولما تكون عايزه تتكوي بنطلع منها نكوى على طول. مع الفكره احنا ما بنروحش منوديش المكواجي الهدوم وكده لكويها، لا. المهم زي ما انت شفت ايه ده، فين مقطع الدولاب؟ طب استنوا يا جماعه، انا هبقى هشوف لكم مقطع الدولاب كده في الاخر اجيبه لكم. ثانيه اوريكم الدولاب بعد ما يترص. المهم مسكت بقى الدولاب كده، طبقت له كده وروقت عليه، ورحت واخده بقى بعضي بقى ماسكه الاوضه مروقه عليه كده. ليه؟ لا اله الا الله. مسكت كده مسكت كده الستارة بقى الشتوي، ركبت بقى الستارة الشتوي وروقت على حالها وظبطت على حالها. قلت بقى نفرش بقى الستارة الشتوي بقى يا جماعة. الجو ساعة برضو، هما ناس بابا ناس من الناس الكبيرة برضو، ما ينفعش اللي هما يبقى ستارة عندهم خفيفة وكده. المهم رحت اللهم صل على النبي، مسكت الستارة دي ظبطتها دي. بص الحركة دي، بصوا هوبا هوبا، شفت الحركة دي؟ هوبا هوبا في ثانية، شفت السرعة دي جميلة، السرعة دي جميلة. المهم رحت بقى ماسكة بقى طبعا كنست الأول، وبعد كده بدأت بقى أمسح بقى. عارفين الراحة النفسية كانت نظيفة على فكرة الأوضة والله. بس احنا عارفين التركاية بتاعت الشتا اللي احنا نفرش الستاير بقى الشتوي، طلع هدوم الشتوي نضف الدولاب مش عارف ايه بتاع كده يعني، فاهمين. مسحتها مسحة خفيفة كده، ورحت هوبا جايبه بقى زي ما انتم شايفين السجاده دي. اصل احنا السجاده التانية لسه ما نشفتش بتاعه الاوضه، فقلت نفرش دي خفيفه كده لغايه ما ما التانية تنشف. بصوا بقى على الجمال والحلاوه، راحه نفسيه والله، حتى لو حاجه بسيطه والله. تشجعوا كده يا جماعه، قوموا شجعوا كده للشتاء. بصوا الجوله بقى، بصوا مسحنا التلفزيون، مسحنا الدولاب، فرشنا فرشه جديده. بصوا الحفل بتاع السرير،